وبينك انت لازم ما تعرفش المعلومه بس، لا انت لازم تبقى فاهمها وتقتنع بيها عشان تعرف تحل وتعرف تفسر اي سؤال يجي قدامك في الفيزياء. وخلي بالك قبل ما نبدا، نوعيه الاسئله بتاعتنا من اول السهل والمتوسط وفوق المتوسط والصعب وليفل التسلا. وده يا صديقي عشان تبقى متمرن على جميع المستويات، عشان يوم ما تخش امتحان اخر السنه تبقى متعود على كل حاجه. هيجي لي بقى استاذ زعبله يقول لي ايه، طب يا مستر انا عايز احل اكتر من المذكره. تعالى يا حبيبي، تعالى لي هحل معاك كتابين طول السنه، هنزلهم لك انت لوحدك برايفت عشان انت حبيبي، كتابين كاملين هقولهم لك في الحصه بقى في السنتر، ماشي؟ بس الكتابين دول هينزلوا لحضرتك هتحل وتراجع، ده غير اصلا شغل المذكره. وكل حصه يا زعبله خليك عارف ان احنا بيبقى عندنا امتحان، ها يعني انت هتيجي كده بسم الله امتحان على اللي فات. اه يا حبيبي على اللي فات، مش لازم الحصه اللي قبلها، لا كل حاجه فاتت ان شاء الله، عشان تحجز وتبدا معانا السنه الجديده وعشان تضمن مكانك وسط الناس اللي عايزه تجيب ال60. ممكن تكلمنا على الرقم اللي هيظهر لك هنا على الشاشه والحق العدد، لان خلي بالك المجموعه في عدد معين فيها، انا مش هقبل باكتر من العدد دوت، لان في الاول وفي الاخر انا يهمني ان الطالب اللي يكون معايا يكون طالب متميز، عايز يفهم، عايز يوصل ان هو يجيب ال60 درجه. سلام يا زعبول.